السلام عليكم حبايبي. النهارده جايبه لكم ترند جديد على السوشيال ميديا. ترند ابو لبن، تحليه سهله وسريعه من غير فرن ولا بيض. حلو جدا جدا، ما فيهاش تعب، ما فيهاش مكونات كتير وما فيهاش وقت ضايع. هتجهزي التحليه في دقايق وتقدميها على طول. وكمان احلى حاجه في التحليه بتاعت النهارده دي ان السكر بتاعها مظبوط. يعني السكر بتاعها ما بيجزعش كده النفس. غير انك تقدري تعمليها باي مقادير زي ما قلت لك. ملهاش اي مقادير محدده. شايفه الجمال؟ مفيش بعد كده. حلوه جدا جدا. شايفين يا بنات المنظر عامل ازاي؟ الوان وشكل يفتح النفس. مكونات قليلة جدا والطعم ولا اروع من كده. الترند ده مش معمول كده وخلاص، لا، معمول عشان يبقى سهل وسريع ومن غير وجع دماغ. ومفهوش كمان مكونات كتير. واي حد مبتدئ وعايز يعمل تحلية سهلة سريعة ترطب على قلبنا في جو الحر ده يجي بيه الوصفة دي. حلوة جدا. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. ونجيب منجتين حلوين كده بما يعادل كده 600 جرام. انا كنت حطاهم في الفريزر. والمانجا دي مانجا نعوم يا بنات، بتبقى ملحمه. طلعتها من الفريزر ونبدا نقشرها كده زي ما انت شايفه. زي كانك بتقشري بطاطس بالظبط. تمام. هنقشرها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بقشرها وبعد كده هقطعها. طبعا المانجا دي بقى يا جماعه حكايه لوحدها، طعمها حلو ومسكر. ودي مانجا نعومي ريحتها خطيره وبتبقى ملحمه. وانا بقطعها كده بحب اخليها مكعبات. بعد ما اقشرها هنقطعها كده شرايح وبعدين مكعبات عشان تبقى سهله معايا في الاكل. وتدي كمان شكل حلو في البولات او الكوبايات اللي انت هتعمليها. التحلية دي مش بس شكلها يفتح النفس، لا كمان طعمها بجد يفرق معاكي. وطبعا اي وصفة فيها مانجا من اكتر الفواكه اللي بتخلي اي وصفة صيفية منعشة وخفيفة. حلوة جدا. وكل ما تقطعي المانجا متساوية كل ما الشكل النهائي بيبقى احلى واشيك. وبصراحة اكتر حاجة بحبها في الوصفة دي هي مكوناتها قليلة والمانجا كمان. والنتيجة فخمة وجميلة. والتحلية من حلويات افخم الحلويات كمان، او افخم من المحلات. شايفين يا بنات؟ انا اقطع كده المانجا شرايح وبعد كده بنبدأ نقطعها مكعبات عشان تبقى متساوية زي ما قلت لك كده في الشكل النهائي. بتبقى شكلها شيك في الكوبايات او البولات اللي هتعملي فيها. تمام. وشوفي بقى انت عايزه تعمليها مانجا ايه، زبديه ولا النعومي؟ ولكن الوصفه دي المانجا النعومي بتبقى حلوه جدا في الوصفه دي عشان ما بتنزلش ميه وكمان عشان بتبقى ملحمه. هنقطع بقى المانجا اهوت. وبعد ما قطعناها حطيناها في الطبق. وهنجيب بقى بطل الوصفة وهي باكو جيلي بطعم المانجا. تمام. هنبدأ نحطها في بولة كده ونبدأ كمان نجيب كوباية مية مغلية. ليه بقى؟ عشان استفاد بكل حبيبات الجيلي او الجيلاتين بمعنى اصح اللي في قلب الجيلي. هندوبها كويس جدا جدا. طبعا باكو الجيلي كلنا عارفين انه بياخد كوبايتين من المية. انا هستكفي بكوباية واحدة بس بتكون بسخنة بتغلي عشان تدوب معايا الجيلي. وبعد كده هركنها على جنب. يبقى كده ما عملنا المانجا قطعناها ودوبنا الجيلي. تعالي بقى نجيب بقى كوب من الكريم شانتيه. طبعا ده من غير سكر يا بنات. هنبدأ نضيف بقى كوباية لبن متلجة أو مية، ولكن اللبن عشان ده تست حلو كده. لأن هو بلبن أبو لبن، يعني الترند بأبو لبن. تمام. هنحط معلقتين من السكر عشان طبعا زي ما قلت لكم الكريم شانتيه مش محلى. حطينا معلقتين من السكر ويستحب يكون بودر. وكمان كوباية من اللبن المتلج. ونبدأ نضرب الكريم شانتيه بالشكل ده زي ما انت شفت كده لحد القوام بتاعه ما يتماسك معانا ويتقل كمان. هبدأ أضرب في كريم شانتيه كده لحد ما يتماسك معايا. أحلى حاجة في التحلية دي يا بنات إن ما فيها السكر بتاعها مظبوط جدا. يعني السكر بتاعها ما بيجزعش النفس. ده غير تقدري تعمليها بأي مقادير، ما فيهاش مقادير محددة. كده خلاص ضربنا الكريم شانتيه وجمد معانا او تقل معانا بمعنى صح. هنضيف بقى الجيلي بقى بارد اهو. ما تضيفوش هو سخن. انا سبته على جنب لحد ما يبرد. هنضيفه بقى على الكريم شانتيه ونديها ضربة كده يا دوبك امزج بس الجيلي مع الكريم شانتيه. الوصفة سهلة وبسيطة وزي ما قلت لكم ما فيهاش مقادير خالص محددة. يعني ممكن تعملي نص الكمية تحطها في بولة واحدة بس. الكمية دي عملت معايا بولتين حلوين كده هوريهم لكم بعد ما اخلص الفيديو. يا دوبك اديتها كده ضربة الجيلي مع الكريم شانتيه. تعالي بقى نجيب المانجا اللي احنا قطعناها وحطيناها في الطبق. هناخد كده منها ربع الكمية او نص الكمية على حسب ما انت هتعملي.
عشان احنا قلنا دي ما فيهاش مقادير محددة. خدنا حبة كده من المانجا المتقطعة وهنبدأ نقلب كده بالشكل ده. تعالي بقى نجيب اي نوع بسكوت، نوع بسكوت شاي. انا كان عندي بسكوت لوتس هنا. اهم حاجة ان البسكوتة تكون محملة. انا هنا هناخد حوالي 6 قطع او 7 قطع كده، وهقطعهم او اكسرهم بطريقة عشوائية هنحطهم على التحلية بتاعتنا دي. اي بسكوت شاي عندك، مش شرط اي نوع بسكوت شاي، ولكن يكون محمل او القطعة بتاعته متماسكة شوية. تمام. هنقلب كل ده وهنحط كمان معلقتين كده من المانجا، قطع المانجا اللي انا عاملاها اهي. وهنقلب كل ده كده ونبدأ نجيب البولة اللي انا هنحط فيها التحلية بتاعتنا. البولة ديت هنحط فيها بقى كيس استرتش او كيس لبن، ونبدأ نحط في الأرضية بتاعتها كده قطع من المانجا اللي انا مقطعاها. وبعد كده بقى نصب المقدار التحلية اللي احنا عاملينه على حسب البولة ما تاخد. المقدار ده عمل معايا بولتين بالشكل ده. شفت قد ايه الوصفة سهلة ولذيذة ومكوناتها بسيطة ومفيهاش تعقيدات خالص. والأحسن من كده السكر بتاعها قلتلك مظبوط، ما بيجزعش النفس. حلوة قوي قوي، وصفة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود زي ما انت شفت كده. وبجد هتطلع خطير. هنبدأ بقى نظبط الكيس الاسترتش بالشكل ده، ونبدأ ندخلها على الفريزر على طول. تمام. هبدأ بقى هجيب البولة التانية وافرشها برضو بالاسترتش راب كده. دي البولة دي صغننة شوية عن البولة التانية، وهنحط فيها برضو قطع من المانجا المتقطعة، ونحط بقية الكمية عليها كده. واقدر برضو احطها في بولات، في كاسات، في كبات، زي ما انت عايزة. ولكن انا يعني ده ترند وكانوا كله عاملينها في نفس الطبق كده زي كده، فحبيت اعملها معاكم. هنحطها بقى في الفريزر لمدة 4 ساعات. وتعالي بعد مرور 4 ساعات تعالي بقى نطلعها مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. بجد حلوة حلوة وتستاهل كمان التجربة. دخليها بقى الفريزر بعد 4 ساعات وتعالي بقى نشوفها مع بعض ونقطعها. بجد من اسهل حاجة. تعالي بصي بقى على الجمال والطبقات، حاجة في منتهى الجمال. التحلية شكلها فخم يا جماعة والله، وكأنها طالعة من أفخم محل حلويات. الجيلي مع المانجا، ألوان كده حلوة منعشة، والكريم شانتيه كده مغطيها زي بصي بياض التلج كده، عاملة زي آيس كريم. شايفة الجمال؟ تعالي بقى ممكن تقدميها كده وممكن تعملي لها صوص مانجا. أنا عندي هنا صوص مانجا جاهز. هنحط لها كده كام يعني حبة كده حلوين كده، مع ده صوص جاهز يا بنات. حابه تعمليه مفيش مشكله، ممكن مانجايه كده وتعملي صوص مانجا عندك يبقى زي الفل. هنبدا بقى نحط صوص مانجا. لعشاق المانجا يحضروا هنا بقى. تعالي ناخد قطعه بقى كده. بصي حاجه كده تخش على القلب على طول. ما شاء الله. تعالي بقى ناخد قطعه كده. شايفين يا بنات المنظر؟ شايفين الوان وشكل يفتح النفس، ومكوناتها قليله جدا. ترند ترند ابو لبن الجديد، تحليه المانجا بكريم شانتيه وجيلي، سهله وسريعه ومن غير فرن، وحاجه في منتهى الجمال. جربوها بقى وشاركوا رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. تحب اعمل لكم ايه تاني؟ بجد حلوة حلوة جدا. شايفين الجمال؟ عاملة زي الايس كريم، حاجة كده حلوة بتدوب كده في القلب وجميلة وتطري على قلبنا في جو الحر ده. ومكوناتها سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال، وتجهز في دقايق. احلى تحلية صيفية ومنعشة، طعمها بجد خطير. شايفين يا بنات؟ مش هتشبعي من طعمها ولا اكلها. والمقادير سهلة، وممكن كمان تعمليها بنص المقادير. اشوفكم على خير. سلام عليكم.